بتعاني من خشونة ايدك وسمرها بعد غسيل المواعين، بتحس ان ايدك فيها تشققات عايزاها ناعمة وبتلمع وما فيهاش اي غمقان حتى لو غسلت المواعين. وعايزه اقولك كمان هقولك على الوصفة اللي تخلي ضوافرك نظيفة ولمعة وما فيهاش اي مشكلة، وايدك كمان لمعة وناعمة جدا وما فيهاش اي خشونة. زي ما تعودنا حبايب قلبي، نصلي على النبي ودعموني باشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. يا ريت نفعل زر الجرس. نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. مكوناتنا سهلة جدا وموجودة عندك في البيت يا ست الكل. اهم حاجة كده بسم الله، اول حاجة هجيب عندي علبة فازلين وهحط فيها يا جماعة حوالي معلقتين كبار من الفازلين، اي نوع طبعا، والنوع بيور ده حلو جدا على فكرة، تقدروا ان انتوا تستخدموه. المهم ان انا هاخد كده حوالي معلقتين كبار من اي نوع فازلين عندك، تمام. وهبتدي ان انا احط عليها المكونات دي. هاخد عليهم معلقتين من الجليسرين الطبي. بصوا يا جماعة ده بيتباع في الصيدلية او موجود برضو عند العطار. هاخد منه كده حوالي معلقتين. بسم الله الرحمن